في سؤال تاني عن بعض المكملات اللي ممكن تستخدم في الرايل او في الانترال نيوتريشن. يعني في بعض المكملات زي البايو جينرز والجروث فورمولا والانشور دي ممكن تستخدم في الرايل. فاحنا بنتكلم ان في بعض المكملات بتبقى نسبة البروتين بتاعتها عالية شوية، وفي بعض المكملات بتبقى نسبة البروتين بتاعتها في المتوسط. فاحنا بنقول لو احنا بنتكلم عن الانشور، احنا بنتكلم عن الانشور اللي هو الكالوريز بتاعته حوالي 200 وشوية كالوريز، ده لو تخفف بمية، وهتلاقي نسبة البروتين بتاعته حوالي 6 جرام. وبالنسبة للمنتجات الأخرى زي الجروث فورمولا والبايو جينرز هتلاقي نسبة البروتين بتاعته أعلى شوية، ممكن توصل ل 8 جرام. فبالتالي لو احنا قلنا ان هو تقريبا الاتنين نفس رقم البروتين بس الكالوريز عالية، يبقى نسبة البروتين من التوتال كالوريز هتبقى اقل في الانشور واعلى في البايو جينرز والجروث فورمولا. فبالتالي احنا بنستخدم الجروث فورمولا والبايو جينرز في الحالات اللي فيها مال نيوتريشن شديده جدا، او الحالات اللي فيها احتياج اعلى للبروتين، وبنستخدم الانشور في الحالات العاديه.